استغفرك يا ربي واتوب اليك. استغفر الله العظيم. اخس اخس. انت لسه نايم يا كريس؟ ما شاء الله، ملاك نايم في قلب الزباله. انت يا ساتر يا رب، فيها حق الشقه بتولع ولا ايه؟ ده انت اللي هتولع في نار جهنم وبئس المصير. انت مش عارف ان في صلاه ظهر دلوقتي ولا هم لغوها خلاص يعني؟ صح. يا الساعه كام دلوقتي؟ سيبك بس من الساعه كام والكلام الفاضي ده، قول لي الاول انت مخبيه فين؟ هو ايه ده؟ التمثال يا ابني، مش انت بتعبد الاصنام؟ يا نهار اسود، انت خليتني بعبد الاصنام؟ قوم يا كريس قوم. بص بس انت دلوقتي اسمها حضرتك يا قليل الادب. قال انت ايه؟ حاضر حضرتك دلوقتي. ها ولازمتها ايه حضرتك بقى؟ طب دلوقتي شلت حضرتك بالسرعه دي كده؟ انت عايز دلوقتي يا حاج؟ نفسي اوعدك زي الكفار عشان ابقى خلصت منك. على فكره بقى الكفار زمان كانوا بيوعدوا البنات مش الولاد. يعني انت قصدك تقول ان انا كافر؟ مش انت اللي بتقول؟ انت عارف المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ ايه يا حبيبي؟ اعلقك من اشيائك في المروحه. ليه ايه اللي حصل لده كله؟ انا عملت ايه؟ وكمان بتعلي صوتك عليا؟ اسف يا بابا. عايز تورثني بالحياه؟ ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا. وبعديها ترميني في دار المسنين صح؟ هو في ايه؟ مالك يا حاج في ايه؟ اخرس. لما ابوك يتكلم انت تخرس خالص. ومش عيب لما ابوك يتكلم وانت قاعد ساكت كده؟ يا بابا انا دلوقتي عايز اعرف ليه الاسلوب الحاد ده معايا؟ اهو الحاد يعني انت ملحد، يبقى انا بقى ما غلطتش لما سميتك كريس. طب انا دلوقتي لو ملحد زي ما انت بتقول، في ملحد بيقعد في امان الله؟ انا قاعد في امان الله اهو. لا اقنعتني الصراحه. بص يا حاج، انا عارف والله العظيم ان الصلاه ديت اهم حاجه في الدنيا، بس في الاخر ايه؟ الدين دوت حاجه خاصه بين العبد وربه. عبد ربه؟ عبد ربه مين يا؟ تصدق ان انا غلطان اني بتكلم معاك اصلا. استنى يالا، انا عرفت انت تقصد مين. انت تقصد عبد ربه اللي كان في المسلسل بتاع حق عرب صح؟ انت صح، هو ده. حتى لو بصيت تحت السرير هتلاقي عرب السوير كان مخبيه تحت. ولا 2 في 2 بكام؟ ب4. طب 2 في 2 زائد 2 على 2 قص تربيع جذر قص 2 في 360 على 587 بكام؟ اهو انا عارف ان انت فاشل وفاسق. المهم، جبت الطلبات اللي امك قالت لك عليها النهارده؟ جبتها يا حاج. وطبعا ما جبتش عيش يا حاج. امال احنا فطرنا بايه الصبح؟ انت صح. طب قول لي طيب، انت امبارح راجع الساعه كام؟ راجع تقريبا على 12 ونص. اهلا بابن الصايع. راجع امبارح الساعه 12 مساء. الجيران يقولوا علينا ايه؟ يا بابا هفهمك. يقولوا ان انا خلفت عيل صايع عاق. هفهمك. لحظه واحده لسه ما خلصتش كلامي. يقولوا ان انا خلفت عيل صايع عاق. طب اسمعني بس، كل الحكايه ان ابو محمود انا ابن صايع يا ابو محمود. يا ام مديحه ابن صايع يا ام مديحه. مين دول؟ احنا اصلا ما فيش جيران في المنطقه بالاسامي دي. انت عارف ايه الحل الوحيد معاك؟ ايه يا حبيبي؟ الدفن حتى الموت. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتسخر من كلامي؟ طب وحياة امك ما هسيبك النهارده.